في البداية لو حبينا نعرف الإدمان هو إيه؟ الإدمان هو سلوك ومرض أولي مزمن. المرض الأولي المزمن بيبقى فيه تمحور وتمركز حوالين سلوك أو مادة يتعاطاها الإنسان أو علاقة، يعني مادة إدمانية سواء كحول أو مخدرات، منشطات، مهدئات، مهلوسات، مستنشقات، قنبيات، تبغ، تدخين، كافيين، مواد متعددة الإنسان بيعتمد عليها بهدف تغيير الحالة المزاجية أو إحداث نشوة وسعادة وفرح بيبقى وهمي ومؤقت، وبعد كده يرجع الإنسان لكآبة أكتر طبعا. فالاعتمادية دي والارتباط ده أنا مش قادر أعيش من غير المادة أو السلوك أو العلاقة دي، لكن بتتصف بمجموعة معايير تخلي السلوك ده إدماني لو توفرت المعايير دي. الدليل التشخيص الخامس لجمعية الطب الأمريكية الخاصة يعني بعلم النفس وتشخيص الإدمان حصرتهم في حوالي 11 معيار أو 11 عرض، لو توفر منهم 2-3 بنعتبره إدمان طفيف، 4-5 إدمان متوسط، من 6-11 ده بيبقى إدمان شديد أو إدمان عالي، وأحيانا يحتاج إلى التأهيل في مراكز المنتصف، بيوت منتصف الطريق اللي بتسمى بالهاف واي، وممكن ياخد فترة تأهيل وإعداد للخروج للحياة وإعادة تأهيل واكتساب المهارات الاجتماعية. أنا بداية قبل ما أتكلم عن الإدمان الجنسي عايز صورة عامة بس عن هو إيه الإدمان أو إيه المعايير التشخيصية اللي بتحدد إن كان ده إدمان أو لا. أولاً قهرية الاستخدام، زي ما بيقول أنا بحاول أبطل ومش قادر، بقدم اعتراف وتوبة وأرجع أنتكس تاني أو أرجع أمارس سلوك تاني، ففي قهرية في الاستخدام، وفي زيادة في استخدام السلوك أو المادة، يعني انشغال دايم واستخدام بإفراط أكثر من المخطط له، فبنلاقي الجرعة بتزيد ونوع المادة بتزيد أو نوع السلوك بيزيد، الأول خيالات، بعدين نظرات، بعد كده ممارسات، ثم علاقات، ثم قنوات، الأول وقت قليل، بعدين الوقت بيزيد، في إفراط في الوقت، في إفراط في محاولات التبطيل الغير موفقة اللي بنرجع ننتكس مرة تاني فيها. كمان في استمرار على الرغم من الأضرار والعواقب المعروفة كويس جدا لصاحب السلوك الإدماني أو الشخص المدمن. أنا عارف إني بتضر، أنا عارف إني بتأخر، أنا عارف إن في عواقب وخيمة لسلوكي، ومع ذلك أنا مش قادر أبطل. بنلاقي في إخفاق في الالتزام بالواجبات المنزلية والعائلية والاهتمام بالأبناء والاهتمام بالآباء والأسرة الكبيرة والعائلة. في إخفاق في العلاقات الاجتماعية، الأصدقاء، الزيارات، الأفراح، العزاء، الواجبات الروحية، أروح الكنيسة، أصلي، أتناول، أحافظ على الأصوام، قانون الروحي، أنشغل بالكتاب، لي قرايات، المواظبة على الاعتراف، كل ده بيحصل فيه خلل. في استخدام خطر، يعني ممكن أسوق وأنا متخدر، أتعرض لمشاكل قانونية، جرائم، سجن، حبس، دخول مستشفيات، قد تصل إلى بتر بعض الأعضاء أو إنسان ممكن يتوفى ويموت في ضرباية زيادة أو جرعة زيادة. ففي